السلام عليكم، كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم. فيديو جديد وشهيوة جديدة كنتمنىها تنال الاعجاب ديالكم. هاد الوصفة هادي راها ساهلة ودغيا كتوجد وبلا كثرة الوقف. اليوم غنشارك معكم هاد اللي كيشهدوا اللي كيجيو زويونين. انا اليوم درتهم بالعجينة ديال التورتيلا او خبز طاكوس اللي كتجي زوينه بزاف وساهله ودغيا كيوجدوا، يعني دغيا تقدري توجديهم الا كانوا عندك هاد المقادير متوفرين في الدار. راه دغيا كتوجد لينا هاد الوصفه هادي. المهم بلا ما نطول عليكم، ولكن قبل بغيت نقول لكم اللي ما مشتركاش مرحبا والف مرحبا، باش العائله ديالنا تكبر، وبارطاجيو ليا الفيديوهات عافاكم البنات والولاد وكلشي والميمات، باش تعم الفائده للجميع. وما تنسونيش بشي لايك وبشي تعليق زوين 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 اللي يكون محفز ان شاء الله، باش تحفزونا وتشجعونا نبقاو ديما نحط لكم هكا فيديوهات. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه والمقادير، وعلى بركه الله. كنحتاج في هذه الوصفه هذه اول حاجه غادي ناخذ واحد المقيله غنوضعها فوق البوطه على عافيه مهيله، وغادي نوضع فيها 2 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. أنا كنستعمل زيت الزيتون، إلا بغيتو تستعملوا الزبدة حتى هي كتعطي واحد النكهة اللي هي زوينة بزاف. وغادي نزيد عليها هنايا 2 الحبات ديال البورو اللي أنا قطعتهم في هاد الماكينة هادي اليدوية، كتساعدني بزاف هادي، كتجيني عملية. كنقطع فيها البصلة هكا، البورو، الفلافل. بعد ما وضعنا هكايا 2 الحبات ديال البورو، زدت عليهم هنايا شوية ديال البزار وشوية ديال الملحة. صافي كنبقاو نخلطوا هاد العناصر حتى كيدبان لينا داك البورو، كيبان لنا صافي راه نزل. من بعد غادي نزيد عليه هنا حبه ديال او ضريصه ديال الثومه. اللي ما عندهاش الثومه يمكن ليها تستعمل الثومه بودره. غادي نبقاو مستمرين هكايا بالتحراك، ومن بعد غادي نزيد عليه هنايا الفلافل اللي قطعتهم من قبل، قطعتهم رقيق. انا الفلافل هنا استعملتهم عاديين يعني طريين، ما شويتهمش، حيت غادي نستعمل معاهم الجombo راكم عارفين فيه ديك النكهه ديال المدخن. الا كنتو غادي تستعملوا الطون او الدجاج او اي حاجه من غير الجombo او الداند فيمي، يمكن لكم تشويو هاد الفلافل. المهم هذيك النكهه ديال المدخن تجينا في هاد ليكيش، كتعطينا واحد لوغو اللي هو زوين بزاف، او واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي غنبقاو مستمرين هكايا بالتحرك حتى كتنشف لينا هاد الفلافل، ما كيبقاش فيهم داك المرق اللي كيطلقوا. كنبقاو مرة هكايا كنحركو حتى كينشفوا بالمرة، يعني ما تبقاش ديك المرقة اللي كتطلق لينا الفلفلة. إلا شفتوها راه طلقات لينا هنايا شي شوية. صافي هنايا من بعد غادي نزيد عليها تقريبا نصف كاس صغير ديال الكريمة. بعد ما كتنشف لينا مزيان غادي نزيد واحد نص كاس ديال الكريمة، وغادي نخليها تقريبا واحد 2 ديال الدقائق. كيف ما كتشوفوا 2 ديال الدقائق. هاد الكريمة نخليوها غير 2 ديال الدقائق، ما نطولوش عليها بزاف. ومن بعد غادي نزيد تقريبا شي 2 المعالق ديال الفرماج احمر باش يزيد يعطينا واحد اللذة. صافي. وغادي نطفيو عليه البوطه هنايا ونخليو هاد العناصر على جنب باش تبرد لينا هاد الحشوه، وندوزو باش نوجدو لاباغي à كيش. كنحتاجو في هاد لاباغي هادي، عندي هنايا 2 البيضات وقبيصه ديال الملحه. كنزيد عليهم هنايا شويه الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر. هنا نصف معلقه ديال الزعتر. غادي نزيد هنا واحد نص خماره ما يعادل 4 غرام باش تساعدنا في هاد الحشوة هادي. عندي هنايا كاس صغير ديال الكريمة، كاس صغير البنات يعني راه صغار من كاس العنبة. وغادي نزيد عليه هنايا الجامبو كمية كتبقى على حسب أفراد العائلة. صافي كنحركوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتها كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد عليهم هنايا شوية ديال الفرماج احمر، تقريبا 2 المعالق. وكنزيدو كنعاودو نحركو مزيان. وهنايا من بعد غادي نزيد عليهم داك الخليط ديال الفلافل اللي شحرنا في الاول. وغادي نخلطوا مزيان هاد العناصر هادو حتى ينسجموا لنا مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نخليهم على جنب. غادي ناخذ هنايا هاد الليمون هادو اللي كنديروا فيهم
لي كيك ديالنا أو لي كاب كيك ديالنا، غادي ندهنهم بالزيت. أنا دهنتها بالزيت باش تساعدني بهاديك خبز ديال طاكوس باش يجينا محمّر من التحت ويجينا فيه واحد اللويل اللي هو زوين. هنا الفران راه درتو البنات كيسخن على 180 درجة، ضروري الفران يكون سخون. غادي ندهنو هاد لي مول هادو ونخليهم على جنب، وغادي ناخدو هاد الخبز ديال الطاكوس وغادي نقطعوه بواحد القطاعة. هاد القطاعة البنات اللي غنقطّع بها أنا راه الحجم الكبير هو كيكون واحد الensemble هكايا، كيكونوا فيه واحد السيري، كيكونوا فيه تقريبًا 5 ديال الأحجام. كناخُد أنا الحجم الكبير هو اللي كنقطّع بيه، هو اللي كيجيني نيشان مع هاد لي مول هادو كيف ما كتشوفوا. غادي نبقى مستمرة بنفس الطريقة نقطّعو هكايا، نحاولوا ما نضيّعوش هاد الخبز هذا، يعني ما نضيّعوهش بزاف كيف ما كتشوفوا. دغيا كتوجد لينا هاد الوصفة هادي ويعني حتى للدقيقة 90 ونقدروا نوجدوها إلا كانوا عندك هاد المقادير في الدار. صافي هنا بعد ما كمّلت التقطاع غادي ناخدو هاد الحشوة هادي اللي صايبناها، كنوضعها هنايا في هاد لي كيش. كيف ما قلت لكم هنا الفران راه ضروري خصو يكون سخون وما كياخدش وقت كتير في الطياب، تقريبا 8 حتى ل10 دقائق صافي وكنخرجوهم. العافية راه كنديرها أنا من الفوق ومن التحت. إلا كان عندكم غير فران ديال الغاز سخّنوه مزيان، شعلوا عليه غير من التحت حتى راه دغيا غادي يطيبوا لكم. ملي كيبان لكم صافي راهم تنفخوا وتحمروا من الجناب، صافي كتهبطوهم كيتحمروا لكم غير من الوسط باش يجي فيهم داك اللون اللي هو زوين بزاف. صافي وكنهبّط الحرارة قبل ما ندخّلهم كنهبّط الحرارة ل150. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمناهم ينالوا الإعجاب ديالكم، راهم جاو زوينين، جاو لذاذ. أنا بناتي عجبوهم ويعني عجبهم مالين الدار. كنتمنى حتى نتوما تجربوهم لوليداتكم ولعائلاتكم. وأنا أكيدة غاديين يعجبوهم. وما تنساونيش قلت لكم بلا لايك وبشي تعليق زوين، وبلا ما نطوّل عليكم بزاف كنقول لكم الفيديو ديالي راه ساهلة. بسلامة عليكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة إلى فيديو قادم بحول الله.